وانتهت المتعه يا ابو الكباتن، وانتهت الملحمه الكرويه اللي عملوها باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. حرفيا ملحمه بكل ما تعني الكلمه من ملحمه. شفنا مباراة ذهاب خلصت بنتيجة 5-4 لصالح باريس سان جيرمان، كانت مباراة مجنونة. النهاردة في مباراة العودة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، لك ان تتخيل طول ال 90 دقيقة باريس سان جيرمان متقدم بنتيجة 1-0، علشان يجي هاري كين في الدقيقة 94 يسجل هدف التعادل. ولكن على الرغم من تعادل بايرن ميونخ امام باريس سان جيرمان في الدقائق الاخيره، الا ان باريس سان جيرمان بيقدر يحسم الموقعه والملحمه، المعركه الكرويه اللي كلنا اتفرجنا عليها، وبيصعد لتاني سنة على التوالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. عايز أفكرك عزيزي المشجع الكروي الجميل إن حامل اللقب هو باريس سان جيرمان. أول بطولة دوري أبطال أوروبا يقدر يحققها باريس سان جيرمان كانت الموسم اللي فات، وحاليا بيقدر يصعد تاني سنة على التوالي إلى النهائي علشان يقابل أرسنال الإنجليزي اللي بقاله اكتر من 20 سنة لم يصعد الى نهائي دوري ابطال اوروبا. ولكن الارسنال مع ارتيتا، مع المشروع اللي عمله ارسنال مع ارتيتا، قدروا يصعدوا لنهائي دوري ابطال اوروبا بعد غياب اكتر من 20 سنة علشان يقابلوا العملاق باريس سان جيرمان في نهائي هيكون نهائي من نار. حرفيا يوم 30/5 هيكون نهائي نار. هل كرة القدم هتنصف ارتيتا وتديله قبلة الحياة وتديله الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا، ولا لويس انريكي هيستمر طغيانه، هيستمر هيمنته وسيطرته على القاره الاوروبيه زي ما كلنا شايفين من الموسم اللي فات؟